احنا كلنا كبرنا وداخلنا عقد نفسية، وكبرنا وكبرت ويانا هاي العقد كلنا. شنو عقدتك النفسية زينب؟ عقد نفسية. انت شنو عقدتك النفسية زينب؟ عقدتي النفسية ايه ما اقدر اقول لك اياها لان هاي نقطة ضعفي راح تاخذها علي. لا انا اعرف عقدتك النفسية، تحبين تتسوقين. هاي عقدتك النفسية. ايه اوكي الحمد لله. ايه عقدتك النفسية سهلة. انا ما اريد اسوق، اريدك تجيب لي سايق. هاي عقدة نفسية. عقدة نفسية والله. عندي مشكلة انه اروح اجيب الاولاد واوصل الاولاد للمدرسة، هاي كلش اضوج من عندها. صدق هاي من عقدي النفسية صراحة. انا والله عقدتي النفسية احب المساعدة واحب اساعد، اذا ما تقدرين تسوقين اتزوج وحدة تدير السوق، يعني ما بيها شيء يعني. تزوج وحدة تسوق لك؟ اي هاي عقدتي النفسية، مو صوتي عقدتي هم من الاول عقدة نفسية. اهلا وسهلا بجميع المتابعين، اهلا وسهلا بزينب، اهلا وسهلا بيا. احنا عندنا صراحه اهلا وسهلا بيا حلقه مو مختلفه، ولكن حلقه نحاول نعرف للكل شو هي المشاكل الزوجيه. حلم الزواج السعيد هو حلم كل كابل، حلم جميع المتزوجين، ولكن للأسف مو كل حلم يبقى كما هو حلم، لا يتحول إلى كابوس، ولما يتحول إلى كابوس يتحول إلى فشل. والفشل في الحياة الزوجية فيها عدة أسباب. هل هو المال؟ هل هو تدخل الأهل؟ هل هي الخيانة؟ هل هي مشاكل نفسية؟ هو حتى الإدمان ممكن يسبب مشاكل. أكيد هواية الأسباب كثيرة. يعني هي كل علاقة تبدأ بالعلاقة ناجحة، بعدين يستغربون الناس يقولون ليش فشلت هاي العلاقة لما إحنا نجحنا وكملنا سوية. ويمكن مو من أول، إحنا دائما نقول أول 6 أشهر، يعني بعد 6 أشهر أو بعد سنة سنتين مثلا هي تصير بأول سنتين المشاكل، وبعدين يمكن لو تنجح لو تفشل. مو شرط، أكو ناس وراء 10 سنوات، أكو ناس وراء 20 سنة. فالمسببات كثيرة. الناس تنسى انه هم واحد اختار الثاني، انا اختارت زينب هي اختارتني. والناس تنسى انه لما هم بالنهايه يقول لا احنا ما نريد نبقى سوا، زين مو انتوا اللي اختارتوا تكونوا موجودين، ليش بسهوله تقررون انهاء هذه الحياه الزوجيه او الحياه اللي تتوقعها تكون سعيده؟ اليوم راح نشوف وراح نتعرف على الأسباب اللي تخلي العلاقة تنجح أو تفشل، وراح نتكلم عليها بدون ميك اب، بدون راح نتكلم بالقلم العريض. كل شيء اللي إلنا واللي علينا، احنا نتعارك كل يوم، نتصالح كل يوم، انتوا تعاركون كل يوم، تصالحون كل يوم، ما يأثر. راح نحكيها بالقلم العريض، نحكيها بدون اي نفاق، بدون اي اقنعه. زينب لما تعرفت عليها كانت تقول دائما الكبرياء قناع تلبسه المرأة. فان شاء الله نكون عند حسن الظن بينا، وان شاء الله احنا نحاول نصل الى حل. احنا دائما شو نقول زينب، احنا على لما واحد عنده مشكله احنا دائما نقول يعني نحاول نلقى حل، واذا ما لقينا الحل راح نحتوي المشكلة، واذا ما قدرنا نحتويها راح نصبر عليها. فاحنا اليوم راح نتناقش، نتجادل، نتفق، نختلف، بس بالأخير هدفنا واحد، أنه نلقى الحلول ونساعد الناس اللي يمرون بهذه التحديات. بس قبل ما نبدي لازم نشكركم كلش هواية على دعمكم المستمر اللي هو يخلينا نستمر، ونحب نطلب منكم تشتركون بالقناة حتى توصل لكم كل الحلقات الجاية من البرنامج. ويلا خلينا نبدي. يمكن اول شيء يعني احب احكي عليه، يمكن هو لما يقول لك love what makes the world goes around. الحب هو اللي يخلي الدنيا تلف وتعيش، ولكن برأيي انا the money، الفلوس هي اللي تخلي السعادة الزوجية بوجودها وبعدمها هو السبب المؤثر للمشاكل والطلاق. المال وتأثير على العلاقة الزوجية. زينب احنا ما نحكي على المال، احنا عندنا مشاكل مرات تصير مشاكل مالية، احنا بداية حياتنا الزوجية كانت مختلفة. هل تعتقدين المال يأثر على العلاقة الزوجية؟ نعم، كثير من العلاقات فشلت بسبب عدم وجود المال، بسبب أنه الزوج خسر شغله. أنا سمعت كثير من العلاقات انتهت بسبب أنه الزوجة طلبت الطلاق بسبب أنه زوجها خسر عمله. إحنا ليش نقول الزواج هو على الحلوة والمرة؟ يعني أنت يمكن زوجك اليوم عنده شغل، يمكن باكر ما عنده شغل، مو معناها أنه أني أتركه بسبب أنه هو خسر عمله. فأكو كثير تصير هيك. هو حتى لما يقول لك الزواج يصير في مرحلة واحد يزوج من الثاني، هالاشياء شو يسوون؟ سافروا، طلعوا، روحوا، تسوقوا، زي ما هاي كلها يحتاج فلوس 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 فلوس. صحيح. بالنهاية يعني حتى لما تحاول مشاكلك، عندك مشكلة زوجية أخرى وقاعد تحاول تشوف شنو أصلها، تحاول تحسنها، يحتاجك الشيء، يحتاجك الفلوس، يحتاجك الأموال.
المفروض المرأة تعرف إنه الرجل، هو طبعًا الرجل، أنا أحب أذكّر الكل، الرجل أولًا وأخيرًا هو المسؤول عن العلاقة الزوجية. آآ يعني قصدي بالأموال، لمن هو اللي يقدّم المال، هو المفروض يصرف على البيت أولًا وأخيرًا. إذا هناك نساء تساعد أزواجها فهذه تكون عن طيب خاطر، إذا هناك كان نساء تحاول تحسّن العلاقة الزوجية، البيت، المعيشة، هذا يكون عن طيب خاطر. بس الرجل لمّا دايمًا يقول لك إحنا البلدان العربية، خصوصًا إحنا بالعراق، لمّا واحد يروح يتقدّم، تعرف شو يسألوه؟ أنت تقدر تفتح بيت؟ وصح، وهو هذا الصحيح، أنت تقدر تفتح بيت، ما هو بالمقابل أنت عندك رجل بخيل، هذا الرجل البخيل هي شلون تقدر تعيش وياه؟ على أي أساس راح تصرف؟ على أي أساس هي راح تبدي تعيش حياتها؟ يعني إذا هو رجل بخيل، شلون المرأة راح تطلع من هاي الدوامة؟ شلون راح من وين راح تلقى الحلول؟ إذا هي مثلا امرأة مو يعني غير عاملة وبالبيت قاعدة وما تقدر تصرف هي هم على نفسها، ما عندها دخل مادي. طيب الرجل البخيل، إذا بالمقابل إحنا شو قلنا أكو امرأة تترك زوجها بسبب إنه خسر عمله مثلا، وإذا رجل كان بخيل. زين، عرّفي لي الرجل البخيل من منظار المرأة، وأنا أعرف لِك الرجل البخيل من منظار الرجل. الرجل البخيل اللي يترك الأساسيات، إحنا ما نحكي على الكماليات، اللي ما يوفر الأساسيات الأهله اللي هي بيت، معيشة، مدارس، مواصلات، هذا هو الرجل البخيل. زين، يعني أنا قبل الزواج كنت أسوق لكسس، بعد الزواج قمت أسوق مازدا، فهل أنا بخيل لا، دخلت أنت على لست، نفسي؟ أنت مو بخيل، أنت رجل مضحي، أنت رجل تحاول تقدم أكبر ما عندك وأكثر ما عندك لعائلتك، هذا مو بخل، هاي أنت استغنيت عن الكماليات في سبيل الأساسيات. زين، هل تعتقدين إنه المكان اللي يعيش به الشخص يأثر على نظرة الرجل كبخيل؟ يعني إحنا عايشين في الإمارات، الإمارات كل واحد مهما تسوقين سيارة راح واحد يسوق سيارة أحسن من عندك، مهما يكون عندك تليفون راح يكون واحد شخص عنده موبايل أحسن من عندك. هل إنه أنتِ واحد عنده هواوي وعنده واحد آيفون 16، هل يعتبر الرجل بخيل إذا ما اشترى لمرته آيفون 16؟ هنا المرأة هي اللي تحدد، الزوجة هي اللي تحدد، إذا هي امرأة عاقلة واعية فاهمة راح تقدر تضحية زوجها في سبيلها وسبيل الأولاد. لكن إذا هي امرأة مسرفة وما يهمها العلاقة، وما يهمها نجاح العلاقة الزوجية ونجاح العائلة، لا أكيد هي راح تنظر له نظرة ثانية، راح تشوف أنه هو شخص بخيل ومقصر، لأن هي هذه امرأة تقارن حالها وتقارن حياتها بالباقين. بس صفة البخل تطلع من المرأة للرجل، حتى أسباب الطلاق، كثير من المحامين لما يبدون يكتبون على سبب الطلاق لازم يقول أول ما يبدون به الرجل بخيل. ريو، بس اكو كثير من النساء متهمات بطريقة خاطئة، يقولوا لها انت امرأة مسرفة مبذرة، ما تهتمين، ما تلمين نفسك، لمي بيتك، لمي اولادك، ايش ينطيك ضمي، اذا واذا هو بخيل ايش راح تسوي؟ فهنا المرأة هم متهمة. ما هو المرأة البخيل عمره طول عمره يبقى بخيل، على فكرة لو حتى خلت مرته يصوم ويصلي ويبطل جقاير ويلعب طوبة ويأثر، الرجل البخيل للمرة الألف راح أقولها، أنا قلتها قبل بريال ثاني، الرجل البخيل راح يبقى بخيل، الرجل اللئيم راح يبقى لئيم، المرأة اللئيمة راح تبقى لئيمة، ما راح تتغير هذه الصفات بالرغم من تغير العادات. المشكلة إنه مرات الرجل البخيل يبخل لمن يكون تعيس في حياته، ويبذخ يعني يصرف ببذخ عفوا إذا كان سعيد في حياته، إذا كان تعيس ما يصرف، إذا كان المرأة أعتقد لما تقولين أنت المرأة مسؤولة، صح، المرأة مسؤولة، المرأة ممكن تخلي زوجها طلعته يروح وياها للسينما أحلى طلعة بالعالم، وممكن تقول له يا معاذ إيش سويت لي؟ وديتني للسينما. انا اتفق وياك، انا اتفق وياك بهاي النقطة، هي العلاقة علاقة شراكة، يعني اثنين، أنا أحتويك وأنت تحتويني، أقدر اللي أنت تنطيني وأنا أقدر اللي أنت تنطيني إياه كزوجة. هذه الأمور أنا أتفق بها وياك. بس تعرفين أكو شيء إحنا ما ركزنا عليها، أنتِ قلتِ بنص الحكي أعرف نسوان هواية يتركون أزواجهم لما يكون يفقد الرجل شغل، صدقين أنا أتفق وياك، أنا أعرف 3 من أصدقائي، 3 الطلاق صار لما هم كانوا يشتغلون. صحيح، بس هو مع الأسف إحنا شو نقول هي الزواج على الحلوة والمرة، إذا زوجك يمر بظروف صعبة بعمله أنت المفروض توفري له الأمان بالعلاقة. الأمان يتمثل بعدة أمور، ومن ضمنها هذا الأمان النفسي، الدعم العاطفي، يعني تحسسيه وتفهميه أنه أنت واقفة وياه رغم ظروفه الصعبة، مو بأول عثرة بطريقكم أو بطريقة هو تتركيه تخرب العلاقة. من الأشياء اللي أنا أضوج من عندها يعني أسمعها كثير، المرأة تقول له: "يا معود من شفتك وشفتي من شفتك وشفتني تصلح بسيارتك، من شفتك وشفتني تصلح بالبيت." هاي الأشياء تخلّي الرجل يشعر إنه هو مقصّر،
فهاي الكلمة هي يمكن تقول هالشكل، بس تمر على الرجال بهواية فيشعر إنه هو زين أنا ما عندي شغل، وكل ما أقول لِك يعني صار فد شي صار إنه هو من شفتني، لا يابا طلعوني من الشغل، رجعت ريما العادات القديمة، هذه هاي المرأة التعيير. اللوامة، هذه أي المرأة اللوامة اللي أي تلوم الرجل على أبسط الأمور وأبسط الأشياء. هاي صفة سيئة صراحة، وإحنا النساء عندنا هاي الصفة أكثر من الرجال صراحة. صفة المرأة وشهد اللوامة. شاهد من أهلها. أكو رجال يلومون بنسائهم هواية، أنا ما أقول لك لا، وذكرتها قبل شوية، بس بصورة عامة هي هذه الصفة، صفة المرأة اللوامة، هي إحنا النساء تتمثل بنا هاي الصفة مع الأسف. يمكن من الأشياء أيضًا اللي تخلّي المرأة تفكر إنه رجلها زوجها بخيل، تدخل الأهل والأصدقاء، يقول لها رجلِك مقصّر عليها، شوفي ذيك شلون آآ أختِك شلون راجلها يجيبها، شوفي بنت عمِّك شلون زوجها زواج زينة، وأنتِ زوجِك بخيل مقصّر عليها، شوفي شو مقعّدِك، شنو السيارة اللي يسوقها. تعتبرين هذا سبب مهم تدخل الأهل نعم، والأصدقاء؟ من مسببات فشل العلاقة الزوجية هو تدخل الأهل والأصدقاء. البنت يعني المرأة بصورة عامة ما يصير تشارك مشاكلها مع أهلها. يعني المشاكل المصيرية، المشاكل الكبيرة هي اللي نشاركها، مو المشاكل العادية البسيطة اللي تصير كل يوم. هاي تحدث بكل بيت، هاي مشاكل عادية يعني. آه، خلينا نقول حلها سهل بإيد الزوج والزوجة. لكن المرأة لازم تعرف تختار منو من أفراد عائلتها وتحكي له مشكلتها، مو أي شخص. لأنه بطبيعة الحال الأهل ما يفتهمون أو ما يعرفون شنو طبيعة المشكلة اللي بينها وبين زوجها. مهما راح يتدخلون ومهما راح يحاولون يصلحون الموضوع، ما راح يكون بالطريقة الصحيحة. مثل ما هي يمكن يصيبون، بس دائما ما تطلع بالطريقة الصح. بس ليش صار من المفروض يشارك الأبنية المشاكل؟ لأنه ليش؟ الأهل أو الأصدقاء مع الأسف بعضهم يعايرون بتهم بهذه المشاكل، يعايروها ويقولوا لها بعدين لما تجي هم تشكي لهم عادي تعودنا عليك، ما انت زوجك متعود يتبع هذا الاسلوب وياك وانت متعودتي عليه. وهاي مشاكلكم، يمكن يذكروها بمشاكل قديمة هي نستها أصلا، آه. يبدون يذكروها بهاي المشاكل، فهي وزوجها ينسون، بس الأهل والأصدقاء ما راح ينسون. تصير حتى الغيرة مرات تكون غيرة بنت العام، غيرة صاحبتها، غيرة مثلا تقول تصير لهم إيه؟ تصير ولا، والغيرة تصير يمكن بطريقة غير مباشرة، يعني بدون قصد، أكو غيرة تصير بدون قصد. والله حتى الأم ما يتغار من بيتها، صدقيني. صدق أكو زواج، أكو طلاقات صارت بسبب إنه الأم غارت من بيتها. أنا أعرف ناس بالألف بالمية كانت الأماية تغار من بيتها، بحيث تقعد تقول لها الله زوجك شلون عامل زين، الله زوجك قد حلو، الله زوجك قد يطلعك، بحيث قالوا له الأهل يقول له إي لما تجي أنت بالبيت حاول تطلع، لما تجي بالبيت حاول تبعد عن الأماية، ومع هاي الأماية تتدخل وتغار، وآخر شيء سببت صراحة سببت أمي طلاق هاي المرأة من هذا الرجل لأنه كانت تغار، لأن رجلها عمره ما كان ريو، بس بالمقابل مثل ما أهل المرأة مثلا أم الزوجة تغار من بيتها، يعني بعض النساء أكو هالشكل طريقة تفكيرهم. بالمقابل أكو أم الزوج، أم الزوج بدال ما تصلح الحال تخرب الحال، تخرب هاي العلاقة، تبدي تتدخل، تبدي تغار. تشوف ابنها مهتم بزوجته أو صح. يحبها. يعني دائما يقولون يحب زوجته، شوف شو مسويت له، أي شوف سحر. شوف أم عباس. أم عباس. مسويت له شيء. ليش يركض وراها؟ محظوظة. وتبدي تغار، وخصوصا تبدي تقارن ظروفها، هي أم الزوج تقارن ظروفها السابقة بظروف زوجة ابنها الحالية. تقول لك أني أيام قبل ما كانت متوفرة عندي كل هاي الفرص، ما كان موجود هذا الخير كله. اليوم أنتي عايشة ببيت وحدك، وإذا عندهم مثلا سيارة عندكم سيارة. إمم. والظروف تغيرت، تطلعون تروحون تجون. على أيامي على أيامي ما ماكو، كان اكو ما كان هاك هالشكل، الشكل لا إيه، كنت اطلع، لا كنت اروح، وكنت تلفزيون ماكو. اجمع الفلوس حتى اشتري اللي يعجبني. انت اليوم انت ما تشتغلين وزوجك موفر لك كل اساسيات الحياة. فبالمقابل مثل ما بعض امهات الزوجات يغارون من بناتهم، بالمقابل اكو امهات يغارون من زوجات ابنائهم. واحد من قرايبي مرة قال لي عمرك لا تحاول تشتكي لأهل مرتك على بيتهم،
ليش؟ قال لي لان دائما عائلتها راح تاخذ جانبها، صح لو غلط، غلطانه لو ما غلطانه، ما يريدوا يخربون بيت بنتهم، راح يقول لك اي يا معود ما قال الشيء، يا معود كسرته مو مشكله، وراسا يقول لك تذكر الرسول مو سيدنا عائشه شمرت ال الطبق، ويقول لك كل مثال لازم تستحمل. فبالنهايه واحد من يحاول يشاركهم بغير من يمكن 10% 20% من المشاكل والمشاكل الكبيره، انا هذا برايي. مثلا الخيانه المفروض واحد يشاركها مع اهله، اذا رجل يخون مرته الزوجه لازم تروح تقول لهم انا اكتشفت خيانته، الا اذا تعرف انه ممكن هي تتغاضى عنها بدون ما تقول لاهلها انه ممكن تسامح، ممكن. أي الخيانة يعني لازم المرأة تخبر أهلها يعني، وتخلي أحد يتدخل إذا هي ما قدرت وما لقت الحلول، لأنه الخيانة مسبب جدا قوي من مسببات فشل العلاقة الزوجية. فالمرأة إذا ما قدرت تلقى الحل وتحاول هي تصلح الحال بينها وبين زوجها، وتحاول أنه تغير من طريقة تفكيره، أنه يترك هاي السلوكيات الخاطئة، لازم تدخل الأهل. ليش تصورين؟ أنا من رأيي لازم يدخلون بس ليش الأهل. تصورين الرجل يخون المراه؟ طبعا احنا دائما نحكي الرجل يخون المراه، اكثر مرأة تخون الرجل، باعتبار احنا في بيئه شرقيه يمكن هاي النسبه العظمى. أول وأهم سبب للخيانة الزوجية هي البيئة الغير مستقرة للرجل. يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، وأني أتفق، إلا إذا يعني هو شخص عاش في بيئة غير مستقرة، بيئة أم وأب يتعاركون، بيئة الأم تنضرب من قبل الأب يخون، الأب يقارن بينه وبين، خصوصا إذا كان الأب نرجسي، هذا من يكبر ويتزوج ما يقدر يعيش ببيئة صحيحة صحية. زوجته امرأة محترمة، امرأة جميلة، موفرت له بيئة صحيحة صحية، علاقة زوجية حلوة، ما يقدر، لأن بطفولته ما عاش بهذا الجو المستقر. إلا إذا هي حلقة، إلا إذا كسر هاي الحلقة وكمل ومشى بهاي يعني العلاقة. تصورين الخيانه الرجال يخون مرته على مود ما هو كان طفل ابوه كان يكتله فرضا أكو يعني. مسببات كثيرة، اي بس مو هذا بس أقوى المسببات. أنا ما أتفق وياك، أقول لك زين أنت قل لي شنو أنا المسبب أول شيء الثاني؟ الرجل يخون المرأة لأن عنده نقص. الرجل أتفق عنده وياك، نقص. صح. الرجل، أنا أقول لك فد شيء، الرجل واثق من نفسه، دائما كنا نقولها بالجامعة، الرجل واثق من نفسه، يحاول إنه دائما يعرف إنه هناك فرصة للخيانة ولا يستغلها. والرجل الغير واثق من نفسه ما عنده فرصة للخيانة، فياخذ أول فرصة تجي له، أول امرأة تعطيه قليل من العطف قليل من الاهتمام، أنا لازم أخون. بس الرجل اللي عنده عدة مجالات ممكن يخونها في أي وقت، ما يخون لأن هو صارت اختار ما عنده، مو فرض عليه شيء ثاني. يعني قاعد أحاول أفهمك بطريقة شوية يمكن واحد ما حلوة المقارنة، بس واحد عنده عدة سيارات، طيب ممكن يسوق أي واحدة من السيارات، وواحد قاعد يمشي ومرة واحدة جته سيارة قالت له تفضل تعال جتك سيارة، تعرفين راح يختار هاي السيارة لأن هو ما عنده طريقة وما ثانية. عنده حل ثاني. بالضبط. ما هذا كلامك ما يرجعك لنفس كلامي، إنه هو شخص من جتي قلة الثقة بالنفس. ليش هو مهزوز من الداخل وما عنده ثقة بنفسه؟ لأن هو تربى على هالشي. الثقة بالنفس تزرع في نفوسهم هم وأطفال. من هو صغير أهله غذوه بهاي الثقة والاحترام والحب والعطف والرعاية والتربية، راح يكبر شخص رجل واثق من نفسه غير مهزوز. لما أنت شخص، شلون وصلت لهاي المرحلة لقلة الثقة بالنفس؟ طفولتك صعبة، طفولتك غير مستقرة، شوف هي هناك فأنت رجعت لنفس النقطة اللي أنا حكيت بيها. هناك عدة أنواع من الخيانات، أنت يمكن قاعد تحكي عن خيانة أخرى، خيانة عاطفية، خيانة فكرية، خيانة جسدية. أنا قاعد أتكلم عن الخيانة الجسدية أولا. الخيانة الفكرية، الخيانة لأنه واحد سمع له كلمة حلوة من شخص ثاني، من امرأة ثانية. إذا واحد مكتفي ذاتيا عنده كل هذا متوفر عنده بالبيت ما راح يفكر. تعرفين ليش؟ تعرفين الخيانة شلون تبدي؟ بما أنه إحنا الآن في عصر التكنولوجيا، عصر الموبايلات، عصر الإنترنت، أسهل ما يمكن أنه عندك قناع، أنت قاعد تقدم نفسك لشخص آخر. يمكن أحلى شيء سمعته لمن امرأة فتحت حساب خاص وقامت تحارش بزوجها، وزوجها استجاب وقام يشكي لها قام يشكي لها من مرته، قام يشكي لها من الصوت العالي، قام يشكي لها من قلة الاهتمام، قام يشكي لها انه هي دائما تطلع حلوة برا بس داخل البيت ما تهتم بنفسها، قام يشكي لها. المشكلة كان يشكي لمرته، يمكن كانت هاي احلى شيء سوته لان هي فهمت شو المشاكل
وكان المفروض والله امرأة ذكية صراحة. أي. المفروض تستمر، لأن ممكن تعالج كل شيء وحدة ورا وحدة ورا وحدة، المشاكل كلها اللي عرفت، لأنه هو الرجل عنده قناع آخر يعطي للغريبة ما يعطي لمرته، وللأسف هذا الشيء مو صحيح. سر السعادة الزوجية لما تعامل زوجتك كأنه هي صديقتك. مم. أنا هذا رأيي. صح، لأن ونتفق وياك. أنت ممكن تخون زوجتك بس ما ممكن تخون صديقك. زين، أنا أقول شيء، خلينا ناخذ أمثلة. أنا راح أعطيك 5 أمثلة بس قولي خيانة أو ليست خيانة. يلا سهولة. يلا. أنا قاعد أتفرج على كريستيانو رونالدو وجورجينا مرت من يمه، قلت الله جورجينا ايش قد حلوة، خيانة ولا مو خيانة؟ لا. دق التليفون ووحدة قاعد تحاول تبيع لي قطعة أرض، ونكتت وياه وحكيت وياه وقلت له معود أنا سمعت صوت مرة بالتليفون، مرتي رقضت علي، خيانة ولا مو خيانة؟ لا، ما اعتبرها خيانة، يعني مزحة عادية، وشنو يعني شقة بالعراق احنا نقول. زين. قاعد يسوق بالسيارة وشاف بنية حلوة بالشارع، باوع لها، قال صدق حلوة. يعني وين الخيانة بالموضوع؟ شاف وحدة واصل لك اي، فقولي يعني لي مو شكو خيانة. بيها. لا مو خيانة، يعني نظرة عابرة ومشت مرة حلوة قال الله حلوة وشكو بيها. زين. زميلته بالعمل راح تتغدى وياها، خيانة ولا مو خيانة؟ تغدى وياها شنو كانوا يحجون؟ يعني تغدوا عشاء غدا خاص؟ انا ما قاعد أحسب خيانة لو احنا يعني دقيقة انا ويا دقيقة. احد يشتغل وياي، نزلت وياه للكافيتيريا، زين، اكلنا سوا، انت بذيك اللحظة قررتي تجي. كافترية العمل غير يعني او كافتيريا عمل، اي بنايه اكو بناية، جوا، اي جوا ينزلون ما يتغدون. كافتيريا عمل تالي، هي مو مستشفى لو لا يعني هسه اني مكان عملي اكو مكان نروح ناكل بيه. لا ماكو كل الموظفين يتجمعون ياكلون بيه. لا ماكو موظفين، طلعنا اكو العماره، اكو جوا 3-4 مطاعم بالعماره، نزلت جوا اخذت تغديت وياها. خيانه ولا مو خيانه؟ لا ما بيها شكو بيها، رحتوا تغديتوا، يعني ايش جيتوا تحجون، ايش جيتوا تسوون يعني قابل موعد غرامي؟ لا موعد غدا. يعني انت ما عندك مشكله، ما تعتبر خيانه؟ واحد مرت من عنده شافت واحد شاف زوجها يقعد ويا واحده ثانيه قاعد ريو هذه لا بس كلها خيانه ولا مو لا خيانه؟ اني ما من وجهة نظري اني زينب مو خيانه. زين، راحت يوصلها للبيت، هي على طريقه ذبها بالبيت، خيانه ولا مو خيانه؟ لا شكو بيها. يعني انت كل هذا شايف والله ما بيها شيء. لا ما بيها شيء. زين. الخيانه انا اقول لك شنو الخيانه. بس لحظه دقيقه بس لحظه. الو سوسو، اليوم على الغداء راح اوصلك بعدين للبيت. زين. لا مرتي تقول لي ما بيها شيء. سوسو منو سوسو؟ مسجله هاي خطيه سوسو. منو سوسو؟ زميلتي بالعمل. سلم لي على سوسو. زين. زين خليني هسه اسالك. زوجة وزوجها قاعدين بالبيت، ووصل للزوجة مسج من زميلها بالعمل، وقرأت المسج وبصوت يعني ما قرأتها بصوت عالي، وبتثبت وسدت التليفون. خيانة لو مو خيانة؟ قدامه لو وراه؟ قاعدين هم اثنينهم، بس هو ما شاف المسج زوجها. بس هي قرأت المسج، قال لها من دزلك مسج؟ قالت له زميلي بالعمل فلان. قرأت المسج بتسمع، سدت التليفون وقعدت كملت تتفرج تلفزيون. إذا ما عندهم مشاكل مو خيانة، إذا عندهم مشاكل خيانة. فسر لي شنو مشاكل؟ مشاكل إذا هم متعاركين 24 قاعدين متعاركين، والابتسامة ما طلعت على وجهها إلا لما وصل هذا التليفون، أي الخيانة. يعني أنت تعتبرها خيانة؟ خيانة فكرية، ما إحنا قلنا خيانة فكرية، خيانة عاطفية، خيانة جسدية. زين، إذا مثلا امرأة بالعمل وزميلها، خلينا نعكس الأدوار. أنت قلت طالعين، أنا أشوفها طبيعية وما بيها شيء، أنهم ضمن نطاق العمل. من وجهة نظرك أنت، زملاء بالعمل وطلعوا يتغدون، زين، هل تعتبر المرأة خائنة بهذا الموقف ولا لا؟ إذا هو وياها وحدهم نعم، إذا عندهم ناس بعد وياهم بالمائدة مو خيانة. زين، يجوز اكو كان شخص ثالث وياهم قاعد وراح دخل مثلا، خلينا نقول راح يغسل ايده، او مثلا خلص اكله ومستعجل وطلع. بس هو موجود اذا هو راح تروح وياه. وحتى لو كانوا اثنيناتهم، وين الخيانه بالموضوع؟ احنا قاعد نتناقشها، لو قاعد نحكي تسالين اي لو لا، انا اقول يا اخي انا ما تعجبني. تعتبرها خيانه كرجل؟ تعتبرها خيانه؟ انا ما بالمره ما اقبل بيها. مفاجاه صح؟ باي ذا واي ريو رجل شرقي جدا، ورجل جدا يعني بعد 14 سنه متحكم، الشريك المتحكم اللي كنت تحكي عليه ريو. عرفت هالشيء، بس مو مشكله، سالتيني جاوبتك. لا بس خلاص شوفي اني اعطي امثله واخذها خيانه او غير خيانه واكمل، ولكن انت تاخذين وتبي تناقشين. لا انا اخذها بحسن نيه انا دائما، بس شوف الزوجه دائما، يعني بعض النساء خلينا نقول يعني دائما ناخذها بحسن نيه. يعني شوف اكو وحده حكت لي، قالت لي انا شفت شيء على زوجي وشفت انه هو يخونني، بس دائما كنت لما اشوف المسجات اخذها بحسن نيه واقول يا ربي ماكو شيء،
لا دائما أقول لا، يعني خطية، هو يمكن ما قصده شيء بهاي الحكاية. تقول أحاول أمثل على نفسي وأفهم نفسي إنه هو ما عنده شيء، إنه هو بدأ يخونني، بس في سبيل إنه ما أريد تصير مشاكل، أو في سبيل إنه أني ما أوقع في فخ الخيانة. لا، أني امرأة لا تخان، هيك تقول، هيك تفكر بنفسها. فإحنا دائما نتصرف بحسن نية. ليش دا أقول لك؟ أنت تقول لما إذا فاتت امرأة جميلة، أقول حلوة وشكوا بيها. فالرجال لا، ما يعتبروها. يعني انت ما سالتيني السؤال، لا إذا سالتيني فات سؤال. رجل، إذا مطرب مثلا على السوشيال ميديا اي مو مشكله. وسوت له لايك وهي تقول لك أنا معجبة اي مو خيانه. بكاظم الساهر. اي مو خيانه، انا معجب بكاظم الساهر. شو رايك؟ زين. بس انت لما تعرفين تفكير الرجال، تفكير الكل يفكر نفسه دون جوان حياته دائما. يعني تشوفين ناس دائما تقول أنا عندي فرصة، لأن تفكير الرجال يختلف عن تفكير النساء. تفكير النساء صح، أعتقد يمكن تفكير النساء يمكن بريء أكثر، بس تفكير الرجال بالمرة مو بريء. العد ليش تتهمونه بالحيلة والمكر النساء؟ يعني عندكم الحيلة احنا لا بعد ومكر النساء. مكر النساء أكثر من مكر الرجال، بس قاعد أقول لك إنه تفكير الرجال وسخ. شوف ريو، أي بس أوكي، بس أني مع المرأة هي تعرف وين تحط نفسها بيا موقف. أنت كامرأة تعرفين تحطين نفسك، إذا تدرين إذا تشوفين إنه هذا الموقف غلط، أنت تعرفين كل زين ما أحط نفسي بموقف غلط، ما أحط نفسي بموقف شبهة حتى الناس تشتبه بيا وتقول مثلا تفكيرها غلط أو قاعدة تسوي شيء غلط. أنت كامرأة تحسين وعندك حاسة كلش قوية، وتعرفين الأشخاص اللي حواليك، تعرفين هذا الرجل نظرته سيئة تجاهك أو نظرته نظيفة تجاهك. أنت كامرأة تحسين وتعرفين بهذا الشيء، فأنت تعرفين وين تحطين نفسك بيا مكان. مو معناها إنه الامرأة ما سوت شيء غلط إنه الرجل يعتبر الموقف غلط. المشكلة اللي بقعد تفهميها إنه عناد المرأة إنه هي صحيحة، وهو قاعد يفكر مو بس بتفكيرها، قاعد يفكر بتفكير الناس بصورة عامة كيف ينظروا لها. والمرأة تعانت وياخذنا للمحور اللي وراه العنف والضرب داخل العلاقة. ليش يحدث العنف في الزواج تصورين؟ هاي كلها اضطرابات نفسية. يعني ليش رجل يمد يده على مرة؟ باي ذا واي اكو نساء يضربون ازواجهم. أنا هاي سمعتها مؤخرا. أنا شوفي أنا ما شوفي يعني تعرفين عندي حزام أسود من 30 سنة. أنا الضرب مهنتي، يعني أنا أعلق على الضرب، أنا أعرف جميع أنواع الضرب. فعمري ما أتصور إنه رجل ينضرب من زوجته، بس صحيح طلع صحيح. اي اكو رجال ينضربون. مؤخرا أعرف واحد طلق لأن مرته كانت كتلة. كتلة تضربه وراح تزوج عليها لأن بالضبط. كانت مرته كتلة. اي يعني هاي نسبة قليلة، بس احنا لما نجي نحكي كمجتمع النسبة الكبيرة هي النساء، هم النساء المعنفات أكثر من الرجال. هاي نسبة قليلة ونادرة. إحصائيات تقول لك في مصر كثير من الرجال معنفين، كثير من الرجال معنفين. يعتمد على البيئة اللي عاشت بيها المرأة. يعني بيئتهم تختلف عن البيئة اللي إحنا عشنا بيها. المرأة تكون هناك عندهم يعني قوية وذو سلطة، ويعني تحتاج الرجل الأقوى منها. يعني أني كامرأة، يعني المرأة بطبيعتها تحب تتزوج الرجل الأقوى من عندها، خصوصا إذا كانت امرأة شخصيتها قوية، تريد رجل شخصيته أقوى من عندها. المرأة ما تحب الرجل الضعيف، تحب الرجل القوي المسيطر اللي هو يتحكم بالعلاقة. بس مو معناه ضرب. أكيد مو لا ضرب. لا لا بس عبد نأكد على لا النقطة. لا, لا مو معناه ضرب، مو بالضرب، وإنما بالحكمة وباتخاذ القرار. رجل مسؤول يعرف شلون يسيطر على العلاقة، يعرف شلون يتعامل ويا زوجته ويا أولاده، يتعامل ويا المشاكل والتحديات اللي تصير داخل العلاقة الزوجية. فالمرأة بطبيعتها إشقد ما كانت قوية أو إشقد ما كانت امرأة ضعيفة تحب الرجل القوي. زين، تصورين هذا سبب للطلاق؟ اللي هو شنو؟ الضرب. يعني عرف الضرب. بالضبط. إيه. أكو سبب للطلاق. هل تعتقدين إنه أكو ما يسمى بفريبي غلطة ضربها؟ يقول لها زين أقول ضربتش أنا بعد ما ضربتش صارت يعني إيدي اسمه. هل لا ما طول ضربتني خلاص أنا أريد تنتهي العلاقة؟ هل تصورين هذا؟ لأن المرأة تحس بالإهانة لما تنضرب، تحس نفسها مهانة. ما تصدق إيش قد تنجرح وإيش قد تنقهر وإيش قد تنهار لما تنضرب. تحس نفسها لا شيء لما تنضرب. فالرجل إذا هو مو بطبيعته الضرب، هو رجل ما يضرب، هو رجل ما يمد إيده على زوجته، وصارت مرة هنا هو يوعدها، مثلا يوعدها ويجيبون شاهد من أهلها وشاهد من أهله إنه أنا ما مد إيدي عليك، أو إذا ما حبوا يدخلون الأهل، لأنه إذا هي صارت مرة بينها هي وزوجها يوعدها وعد أنا ما مد إيدي عليك، وتعطيه فرصة
تعطيه فرصة. ليش لا؟ ليه إحنا كلنا خطائين، إحنا بشر ونغلط ومعرضين للأخطاء. فمو غلط إذا أنطيتيه فرصة، خصوصا إذا هو كان رجل مسؤول ومحترم صارت مرة ومن دون قصد وبانفعال. أنا من رأيي المرة تنطي فرصة وتشوف وتجرب. أنا عندي بنات 2، أنا أقول لك إياها باليوم اللي بنتي تجيني تقول لي رجل كتني، يعني إيش أقول لك؟ لما تقولي شاركوا أهلكم بالهاي، أكو أشياء المرة إذا تعرف إنه هي غلطة من المفروض تقول لأهلها أول مرة غلطة. لما تصير تتكرر أكثر من مرة، أي. أنا أعرف بنتي تنضرب، أنا كبرتها وخليتها تروح جامعة وزوجتها عم تنضرب. ما تصير الزواج، ما مو مشكلة يستمر الزواج، بس بعد ما أنا أراوي نفس الموقف اللي هو حط بنتي بيه. إيه لا غلط، يعني أنا ما مدى أتفق وياك إنه الضرب مسموح، لا الضرب زين ما مقبول، ويؤدي إلى حالات يعني أكو نساء فقدوا حياتهم بسبب الضرب. زين وهواي قصص نسمع إحنا. هاي كضرب، بس المشاكل النفسية، هل تصوري المشاكل النفسية عندها تأثير على الزواج؟ خصوصا أكيد. احنا حبك للكلمة الشخصية النرجسية. إحنا كلنا كبرنا وداخلنا عقد نفسية، وكبرنا وكبرت ويانا هاي العقد كلنا. شنو عقدتك النفسية؟ عقد نفسية. انت شنو عقدتك النفسية زينب؟ عقدتي النفسية ايه ما أقدر أقول لك إياها لأن هاي نقطة ضعفي راح تأخذها علي. لا أنا أعرف عقدتك النفسية، تحبين تتسوقين. هاي عقدتك النفسية. ايه أوكي الحمد لله. ايه عقدتك النفسية سهلة. أنا ما أريد أسوق، أريدك تجيب لي سايق. هاي عقدة نفسية. عقدة نفسية والله. عندي مشكلة إنه أروح أجيب الأولاد وأوصل الأولاد للمدرسة، هاي كلش أضوج من عندها. صدق هاي من عقدي النفسية صراحة. أنا والله عقدتي النفسية أحب المساعدة وأحب أساعد. إذا ما تقولين السوقين أتزوج وحدة تدير السوق، يعني ما بيها شيء يعني. تزوج وحدة تسوق لك؟ إيه هاي عقدتي نفسية، مو صوتي صوت عقدتي هم من الأول. عقدة نفسية شخصية شنو هي؟ نرجسية أورفلية ما شنو المهم. ريو راح أسوقاني حبيبي خلاص. زين أنت مرات دائما تقولي لي رياضة تعصب وتعطي، ولما تعطي بدون حدود، ولما تعصب بدون حدود. صح. وقلت لي هاي من مقومات الشخصيه الحديه، وتكلمنا احنا بها شخصيه حديه. قلت هاي مو شخصيه حديه. انا قلت لك انه مو قصه شخصيه حديه، ولكن اني لما اعطي بلا حدود، ولما اغضب بلا حدود، لان هاي شخصيتي. هاي صح، هاي شخصيتك. بس هي تعتبر شخصيه حديه، وهي تعتبر شخصيه تاثر على العلاقه بين المراه والرجل. يمكن للي ما عندهم خبرة بالحياة الزوجية، للي ما عندهم منظور صح للحياة الزوجية. يعني هو الرجل ده يتصرف هاي التصرفات، من هو المستقبل؟ المرأة هي المستقبل. فإذا تستقبل هذه التصرفات، فإذا المرأة متفهمة واعية لتصرفات زوجها راح تتفهمها وراح تحتويها. تعتبر نوعا ما مسبب، لكن مو مسبب قوي. هذا مو مسبب قوي، يعتمد على المرأة. إذا هي متفهمة راح تعرف شلون تحتوي هاي المشكلة. زين تعتبرين تحديدا بهاي الجزئية. بس تعتبرين هاي الشخص متقلب العواطف؟ يعني غير مستقر. قلت لك هي المرأة هي اللي راح تستقبل هذه التصرفات. فإذا هي تقدر تتقبل وتتفهم طبيعة زوجها، إيه راح تقدر تكمل. زين أنت حكيتي إن المرأة تحب الرجل القوي، صح؟ وين إحنا نرسم الخط بين الرجل القوي والرجل القاسي والرجل العنيف؟ واضحة وضوح الشمس. وضحيها. الرجل القوي هو اللي يتخذ القرار زين بالبيت. الرجل المسؤول مسؤول عن كل شيء داخل البيت، كل شيء خارج البيت، عن قرارات العائلة، وين راح نسكن، راح نطلع من هذا البيت نسكن بهذا البيت، راح نشتري هاي السيارة الفلانية، راح نجيب هذا الشيء الفلاني، يتخذ القرارات، مدارس الأولاد راح تكون كذا. من ناحية عمله هو أيضا يكون شخص مسؤول عن عمله. أنا محافظ على عملي في سبيل هذه الأسرة حتى تمشي وتعيش هاي الأسرة وتكمل حياتنا الزوجية، مثل ما يقولون تمشي السفينة. بس مو معناها يروح يضرب وقاسي بكلامه وجارح بكلامه. هذا مو بس مو هي اعتبار. هو تعتبرين أنت رجل قاسي لما هو يريد يثبت نقطة. ما قاعد أتكلم عن الضرب، إنه الشخص يقول لك لا أنا ما راح أسويها، لو مهما يكون ما راح أسويها. هذا أول شخص على طبيعة الشغلة. شنو هي الشغلة اللي ما راح يسويها؟ مو هي أنت قاعد تحددين من هو الشخص القاسي، الرجل القاسي والرجل العنيف. أنا فقاعد أقول لك أنت ما قاعد تقدرين تميزين مرات، لأن أنت من كجهة ريو مستقبل. القاسي بعواطفه بمشاعره. الرجل اللي ما يبادل زوجته المشاعر والحب والاحترام والاهتمام والمديح. ترى المرأة تاخذ قيمتها من عيون زوجها. يعني الرجل إذا كان قاسي وجاف بالتعامل وياها، القاسي اللي هو قاسي بمشاعره، اللي ما ينطي حب
ما ينطي مشاعر، ما يقولها كلمة حلوة، الحياة تصير جامدة بيناتهم. فالمرأة تحب تاخذ قيمتها من عيون زوجها، من زوجها هو نفسه، يمدحها. أنت جميلة، أنت حلوة، عاشت إيدك، الأكلة طيبة، شكرا إلك، الله يديمك علينا. هاي كلها كلمات حلوة. انت وصفتي 90% من الرجال العرب انه ما يعطون، ما يعتبر ضعف بالنسبه للرجل العربي لما يقولها انا احبك وانا اريدك. 90% يقولوها لصاحباتهم على فكره، بس ما يقولوها لزوجاتهم. مع الأسف اي. ما تشوف فشل العلاقات الزوجية، مم. لأنه وكثرة الطلاقات مم. بسبب هذه التصرفات، إنه يشوفها كبيرة إنه يقولها لمرته، بس سهلة عليه يقولها صاحبته. صاحبته، لذلك المفروض لامرأة أخرى. حاب اقول لكم خلي مرتك تصير صاحبتك. عم تقول هالحكي. زين، الغيره المفرطه بصوره عامه، احنا بنتكلم عن الصاحبه وعن الزوجه. اكو هناك غيره مفرطه. انا وياك عندنا تعريف للغيره. نقول دائما احنا الرجل اللي يغار او المراه اللي تغار يا اما ما عندها ثقه بنفسها يا اما ما عندها ثقه بشريك حياتها او شريكه حياتها. صح. الغيرة هي العاطفة القبيحة اللي النساء يتخفون وراءها. أني أحبك فلذلك دا أسوي هالشكل، أني أريدك فلذلك دا أقول هالشكل، بس أنت دا تهجمين بيتك ودا تخربين حياتك بهاي الغيرة. فالنساء تتستر بغطاء يعني تخلي غطاء الحب، وداخل الحب هو غيرة، فتتستر بهذا الغطاء بداعي إنه أني أحبك، أني أريدك بحياتي تكون، وما ريت علاقتنا تخرب، فأني أغار عليك ومن حقي أغار عليك. من يغار اكثر، الرجال او النسوان؟ شوف، غيرة الرجل تختلف عن غيرة المرأة، زين. وحتى غيرة الرجل تقسم. شوف، غيرة الرجل غيرته من منظور أنه هو رجل شرقي غار على بيته ومرته وأولاده وبناته وشرفه، هذا الرجل الشرقي. لكن لما ينحرف بغيرته وتروح الغيرة تصير غيرة مرضية، اللي هو يشك بيها ويدور وراها، وهي امرأة كل شيء ما عندها، مسكينة. هاي الغيرة المرضية لما تنحرف الغيرة. غيرة المرأة تختلف. غيرة المرأة في بعض الأحيان توصل إلى خراب الزواج وتوصل للطلاق. يعني تغار إذا حكى ويا صديق زميلته بالعمل، تغار إذا حط عطر، تغار إذا ساعد امرأة عابرة بالشارع هو ما يعرفها. هاش عندك وياها، هاش سويته اليوم. هاي مشكلة المرأة. فأنا اللي أريد أوصله للمرأة ما يصير تغارين على أتفه الأسباب وعلى أتفه الأمور. أفهم إنه تقولين من حبي وأني أحبه وأني أخاف عليه وأني أعرف حيلة النساء، والنساء مكارات، وأعرف شلون يخطفون الرجل وشلون يسحروه بكلامهم. هم أتفق هاي بيها وياك، لكن هنا هو كرجل زين، ما هو هم كان إله دور لما إذا راح على وحدة ثانية وفكر يعدد بالعلاقات، ما هو راح برجليه. ماكو مرة اليوم تجبر رجل إنه يدخل حياتها إلا إذا كان هو رايد. هي تعطيه الأسباب، والرجل هو همينه يريد يدخل بعلاقة خارج إطار الزواج، اكتملت أركان العلاقة. فارجع واقول تقولين غيره الرجل تختلف عن غيره المراه. بالضبط. بس اذا قبل شوي قلتي اذا المراه لما تغار، لما تشوف رجلها ويا يتكلم ويا وحده ثانيه تغار. أي. بس أكو اذا نساء احنا بس يغارون. احنا نرجع على بدايه البودكاست، انت قلتي ما عندك ماكو اي مشكله انه أكو نساء يغارون. أنا بالنسبة يعتمد على طبيعة المرأة هي مم. نفسها، لكن بصورة عامة المتعارف عليه بصورة عامة المرأة هي الغيورة، هي اللي تغار وهي اللي تختلق. يا شلون تجي؟ هي فكرة. الغيرة منين تجي؟ هي فكرة تتحول إلى مشاعر، والمشاعر تتحول إلى سلوك. افعال. ورجل يمكن ما عنده شيء، دا يساعد مرة بالطريق ومو بباله، ويمكن هو دا يفكر راح أسدد أقساط السيارة، وشلون راح أجيب فلوس نهاية الشهر على مود الأولاد ومدارس الأولاد، وشلون راح أدفع فلوس الاشتراك مال الإنترنت، وشلون راح أدفع الاشتراك الفلاني. فدا يحاول دا يفكر بمشكلة معينة صادفته، فد شغلة، فد امرأة بالطريق، مساعدة بسيطة، امرأة فاتت أمامه وصار بيناتهم موقف وشكرته. فالمرأة تفكر بطريقة خاطئة، تقول لك عنده شي وياها، يمكن يريد يتعرف عليها، يمكن يحبها، يمكن ايش عنده. وهمنا من العقد النفسية اللي تكلمنا عنها، اكو عقدة انه اكو بعض البنات المتزوجات اللي طلعوا من عوائل امهم وابوهم منفصلين، لما تروح تتزوج تكون ما مستقرة بعلاقتها الزوجية،
ومع الأسف مع أول مشكلة تفكر مباشرة بالانفصال. هذه إحنا شو نقول؟ فاقد الشيء لا يعطيه، لأن هي فقدت هذا الشيء. إلا إذا هي حلقة وكسرت هذه الحلقة اللي هي فاقد الشيء، يقولون يعطيه وأكثر. إذا هي انولدت من هذه البيئة وشافت نفسها أنه محتاجة للحب والحنان اللي هي افتقدته لما أمها وأبوها انفصلوا، راح تحاول تعوض، راح تحاول تمشي بعلاقة صحيحة وتكون أسرة وتحافظ على هذه الأسرة إذا كسرت الحلقة. لكن إذا هي ما قدرت تكسر هذه الحلقة وتستقر بزواجها، راح تبقى لازمة وياها عقدة الماضي، عقدة النقص اللي هي أمها وأبوها كانوا منفصلين في يوم من الأيام. فأقرب مشكلة أو أول مشكلة تواجهها راح تفكر مع الأسف بالانفصال. لذلك المفروض الاهالي يفكرون اكثر من مره قبل ما ينفصلون، ان هي بالضبط. تاثير القرار مو بس تاثير عليهم هم ككابل كمتزوجين، ولكن على ابنائهم واولادهم. صح. بس هذا يرجع الى يودينا الى عقده النقص، لانه عقدة واحد يقول النقص بالضبط. عقده النقص تودي الى الغيره. انت كامرأة ماكو داعي هاي الامور تثيرك، هاي امور بسيطة، ليش دا تثارين من امور بسيطة؟ الامور الكبيرة هي اللي تثير غيرتك. يعني اذا كان هو رجل لعوب وعنده علاقات ومتعدد بالعلاقات، هنا انت من حقك تغارين وتفهمين ايش دا يصير انت كامرأة. بس اذا كامور عادية وبسيطة، نظر على مرة فاتت عينه جتي على وحدة، او شاف شيء معين بالتليفون، امرأة جميلة بالتليفون، هو دا يقلب التليفون بالصدفة طلعت له، لا أنت امرأة هنا عندك قلة ثقة بنفسك. اي معناها عقده النقص تؤدي الى الغيره. بالضبط. صح. نعم. زين، نتكلم على عقده اخرى، عقده الذنب. احنا مره مؤخرا حكينا، قلت لي ريو انت عندك عقده تذكرين الوايت نايت، الفارس الابيض. اذا ما تذكريها صارت قبل 48 ساعه، ما معقوله نسيتيها. سبحان الله ايش قاعدين ينسون بسرعه. قالت لي انت عندك عقده. ننسى اللي نريد اي ننساه. تعرفون لما الناس تدرس علم النفس يقعدون يدورون يدورون المشاكل بزوجهم او زوجتهم بكل الاحوال. قالت لي زينب انه انت عندك عقده الوايت نايت سمتها، اللي هو الفارس الابيض. قلت لها شنو عقده الفارس الابيض؟ ما اتذكرها. كانت تقول لي انت تريد تساعد الكل، تصلح تريد العالم. تصلح العالم. مع انه انا اتذكر والله اول ما تزوجنا يمكن اول شهر قلت لها انا يعجبني اترك العالم غير انه لما وصلت له، واريد اترك بصمتي على العالم. تذكريها؟ قلت لي بس أنت رجل واحد ايش تقدر تسوي؟ قلت لك انا يعجبني اترك بصمه على العالم، لما اروح لكل انسان بعد 20 سنه 10 سنوات 20 سنه الناس كلها تنسى وجوده في الحياه. فقلت لك انا يعجبني اترك بصمتي على العالم. والان قاعد تقول لي عندي عقده الفارس الابيض. صح. انا قريت وتاكدت انه شنو عقده الفارس الابيض، وانا ما عندي هالعقده. بس خلينا نقول شنو برايك عقده الفارس الابيض، مع انه على فكره انا لابس ابيض لاني الفارس الابيض. زين. الشخص اللي يريد يساعد الكل، اللي يريد يساعد كل الناس، يعني ماشي بطريق وشاف سيارة واقفة بالطريق، بالعلم أكو 4 أشخاص دا يدفعون هاي السيارة، بس ينزل من سيارته ويعوف زوجته ويعوف أولاده ويروح يساعدهم. مثل الشخص اللي أخوه لا سامح الله توفى ويتنازل عن حصته بالورث الأخو لمجرد ما هو توفى شلون اللي مرت أخوه، عفوا سوري هو ميت. سوري أعيد. الشخص مثل الشخص اللي ترك وتنازل عن حصته بالورث الزوجة أخوه المتوفي. ليش؟ بالعلم أنه أولاده وزوجته محتاجين وعايشين بإيجار ومحتاجين للعيشة، وزوجته تشتغل هو يشتغل ويا دوب مكفين العيشة، بس تنازل عن حصته بالورث، وزوجة أخوه حصلت على ورثين في سبيل ينقذها، لأن هو الفارس الأبيض الشجاع اللي يريد ينقذ العالم ويحقق السعادة والعدالة. بس أنت هنا ما حققت العدالة لما تركت عائلتك وزوجتك محتاجين وانطيتها لناس هم عندهم ومكتفين، بس لشعور ما بداخلك أنت تحاول تصلح العالم لكن بطريقة خاطئة. يعني معناها أنت قاعد تحكين على شخصية، حتى الشخصية النرجسية اللي تحب يكون مظهر العالم الازدواجية، إنه الناس يحاول يظهر الناس إنه هو ممتاز جدا، يقصر على والدتي. كان عندها مقولة دائما تقول لنا إنه اللي يحتاج الدار يحرم على المسجد. صح. سامعت والله ما يخش علمتك يعني. زين. فهل معناها انه هذه نوع من الشخصيه النرجسيه، نوع من الازدواجيه بالمعايير؟ اكو يعني حسب الموقف. يعني شوف الموقف الاول اللي قلت لك اياه، اللي هو الرجل النبيل، قلت لك سياره عاطله بالطريق ودا يشوف 4 أشخاص راحوا ودفعوها بس يروح يدفعها وياهم من نبله هو،
وأكو رجل اللي تنازل عن الورث، قصة الرجل اللي تنازل عن الورث، لا، هاي مو الفارس الأبيض، وهاي مو نبل من عنده، هذا شخص نوعا ما نرجسي، مصاب باضطراب الشخصية النرجسية. إذا أنت تريد تدخل بهذا الدومين، الشخصية النرجسية، الشخص النرجسي اللي يريد يشوف نفسه قدام العالم هو أحسن رجل، وهو رجل محترم، ورجل كريم، ورجل صادق بكلامه. بس مو غلط اذا هي صدق شخصيته. احنا قاعدين برمضان، احنا طبعا موجودين في اوقات رمضانيه. اذكر رمضان قبل ما اتزوجت، شخص كبير بالسن وقع بالمي بمسبح، ما حد ما انقذه. انا كنت برمضان، انا نزلت بكل ملابسي، نزلت بالمي. اوكي، انا اتذكر اخويا، اوكي، اي كل ملابسي راحت وما اعرف شنو، نزلت. اخويا اتذكر قاعد يسوي لي، الله عرفت راح تنزل بالمي، والله عرفت راح الرجل تنزل اللي بالمي. أنقذته اي قال لك شكرا؟ ما شكرني، اوكي، ولا شكرني، ولا احد شكرني، ولا حتى شو اسمه طلعته، مع انه حتى ابنه ما نزل عليه، ولا واحد قاعد يشوفه يغرق والناس بس تباوع عليه. زين، لازم تعرف المواقف اللي أنت لما تدخل بيها وتساعد تشوف إنه هذا الشخص فعلا يستحق أروح يعني أساعده. معقوله انا قبل ما شيت بالمي راح اقول له انت راح تشكرني؟ لا انا ما سويتها، شكرني. انا شيتت، انا عندي ثاني عم افكر الرجال كان يغرق، يعني مشكلتك صدق تشيت بكل شيء، ما هي هاي مشكلتك، تشيت بكل شيء بكل موقف. يعني هذا غلط، مو أي موقف مو يستحق غلط. إنه أنا أروح الرجال أركض. الرجال قاعد يغرق، لازم اطلعه. انا شوفي، احنا عندنا اوكي، لا اوكي، لا مو غلط، انت ما سويت شيء غلط، انا ما دا الومك بهاي النقطه، بس انا دا اقول بصوره قاعد عامه. تلوميني. لا انا دا اقول بصوره عامه، الشخص لازم يعرف شنو الموقف اللي هو لازم يتدخل بيه، والموقف اللي لا ما يصير يتدخل بيه. اكو امور لا ما جازف وانطي بيها رايي. شوفي، اعتقد انه اكو عقد كثيره عند بعض الاشخاص الموجودين على الطاوله، بس انه واحد يشيت بالمي عم ينقذ شخص مو تكون من عندها. لا انا يعني ما قلت لك عقده، ما تعتبر، بس انت عندك عقده المساعده. اي، اكو اشخاص عندهم عقده انا المساعده، احب، بس يريدون يساعدون. تعرفين انت تضوجين من هالشغله هم. هي حلوه. انا اساعد حتى اللي يكرهني، وتعرفين هالشغله هاي. مم. انا حتى اللي يكرهني اساعده، لان مره في وقت من الاوقات انا دائما تاثر في ناس بحياتي، شخص قال لي حاول تخجلهم باخلاقك. زين، صح، انا وياك اكو ناس ما تستاهل، اكو ناس ساعدتها اوف ما تستاهل، بالعكس كل ما ساعدهم كل ما يضروني اكثر، كل ما ساعدوا يضروني اكثر. بس اني كشخص زين احاول ايش قد ما اقدر اساعد بدون انتظار انه شلون راح ترد لي. انت تقولي لا لازم تعرف من في وقت من الاوقات ما راح تقدر، بس معناها يمكن اني مدمن. تعرفين زينب، انا يمكن مدمن على المساعده، وهذا يجيبنا على الادمان بالفشل العلاقات الزوجيه. شوف ريو، قبل ما ندخل على موضوع الإدمان، أنت ذكرت الشخصية النرجسية. تذكر قلت هل أنا معقولة أنه أنا شخص نرجسي؟ أنت مو شخص نرجسي. الشخصية النرجسية هو شخص يحب يبين للناس أنه هو كريم، شجاع، يحب عائلته، يحب أهله، يعني شخص بكل الصفات النبيلة الحلوة، لكن هو حقيقته اضطراب الشخصية النرجسية الشخص داخل بيته يقارن بين أولاده، تصور يسوي مشاكل بين أولاده، شخص يحسس زوجته إنه هي أسوأ امرأة بالعالم، يحسس زوجته إنه هي أقبح امرأة بالعالم، وطبعا يدخل لها بأساليب جدا مقنعة ويحسسها بهذا الإحساس ويوصل لها إياه ويخليها تعيشه، يحطمها نفسيا زوجته. هذا هو اضطراب الشخصية النرجسية، هذا يختلف عن ما ذكرناه الفارس الأبيض. بس انا عندي صفات نرجسيه، بس مو انسان نرجسي. كلنا عندنا صفات، بعض الصفات النرجسية، لكن عندما تتحقق كل الصفات، تتحقق كل الشروط، نعم هذا اضطراب شخصية نرجسية. اللي هي انانيه. احنا كلنا نحب نفسنا، كل شخص هو يحب نفسه ويحب يكون حلو ومرتب، واحنا كلنا امام الناس نظهر بصورة حسنة، نوعا ما هو حب للذات. لكن اضطراب الشخصية النرجسية هو اضطراب جدا قوي وعنيف. يعني الرجل لما يتصرف مثل هذه التصرفات داخل بيته راح يكون البيئة الزوجية جدا تعيسة، راح تكون المرأة محطمة مهمشة. حتى أني كامرأة أتعامل ويا رجل نرجسي، الرجل النرجسي لحظه لا تأشرين علي. لا مو أنت، أنا ما قلت أنت. سويتي هالشكل. بس الرجل النرجسي بصورة عامة قبل العمر 35 أكو حلول له.
إذا هو اعترف إنه هو عنده اضطراب الشخصية النرجسية، لكن بعد ال35 ما عنده أي حل. الرجل النرجسي ما إله أي حل. فالمرأة هنا أنصحها إنه تجمد مشاعرها، تجمد مشاعرها اتجاهه، ما تحاول تنطي، تاخذ وتعطي وياه بالمشاعر والحب والود. وبعدين تحاول إنه تستقل ماديا، تحاول تشوف فد وسيلة حتى تعيش من عندها، تحاول قدر الإمكان تحيط نفسها بناس يساندوها عاطفيا نفسيا. مو غلط إذا ماديا، إذا كانوا الأهل. فتحاول قدر الإمكان تخلص نفسها هي وداخل العلاقة هاي، تخلص نفسها إلى أن تستقل نهائيا عنه. فهذه أحد الصفات الاضطرابات اللي هو اكو نوعين من الشخصيه النرجسيه، الخفيه والغير خفيه ايضا. بالضبط. هو النرجسي الخفي اللي هو أسلوبه جدا خفي، يجي زوجته اللي يحاول يقطع كل أوصالها من جميع الاتجاهات، اللي هو يقول لها أشوفش تعبانة بشغلك، ده التعبين، ليش ما تتركين الشغل؟ الشغل مأذيك، أنت تستحقين تقعدين بالبيت معززة مكرمة ومرتاحة. ولما تقعد بالبيت شو يسوي لها؟ يجي من الدوام تعبان، من شغله تعبان، يقول لها أنا تعبان وعندي مشاكل بالعمل. فتقول له إيه ما يخالف، وحقك ما أني همينة من كنت أشتغل هم كنت نفس الإحساس والمشاعر عندي. شو يقول لها؟ لا مو أنت ما تحسين بيه، أنت ما تعرفين بيه، أنا جدا متأذي، أنا جدا تعبان. أنت قاعدة بالبيت إيش عندك؟ أنت مرتاح. شوف المحاربة النفسية شلون يدخلها. أنت قاعدة بالبيت، أنت مرتاحة، أنت ما تحسين بتعب الشغل ومسؤولياته والمشاكل اللي تصير بيه. هي كانت تشتغل وكانت عندها نفس المشاكل، بس قناعها أنه تترك الوظيفة. لما تركت الوظيفة يحسسها بعقدة الذنب، مو أني المسؤول الوحيد، أني المعيل الوحيد لهاي العائلة، أنت تركتي الشغل. فشوف شلون يدخل لها من مدخل يحطمها نفسيا. تبدي هنا هي تلوم نفسها، ليش تركت الشغل؟ ليش أني؟ لأن هي يحسسها أنت صاحبة القرار، أنت صاحبة القرار في ترك العمل. فهذه بس ليش الشخصين ليش يسوي هالشكل؟ لأنه هذا الرجل تربى على يد امرأة حسسته أنه هو آخر قطعة بالسوق. الفتى الذهبي، الولد الذهبي، الطفل الذهبي، اللي هي الأم النرجسية اللي ربته، اللي طلعته للمجتمع بهالطريقة. وصعب واحد يكتشف المخفي، جدا صعب تكتشف الشخص النرجسي إلا تعيش وياه. ليش أقول للمرأة جمدي مشاعرك خلال الفترة، وبعدين إذا ما لقيتي حل لا تاخذين وتطين وياه، لا تحاولين تتعاطفين وياه وتطين كل مشاعرك إليه وتهدريها، لا تهدرين مشاعرك على أقل شيء وياه. فحاولي تستقلين ماديا وتحاوطين نفسك بناس يحتووك، ناس يساندوك يدعموك حتى تقدرين تتخلصين منه. فاضطراب الشخصية النرجسية هو أيضا من المسببات الكبيرة لفشل العلاقة الزوجية. يمكن السبب الأخير احنا دائما نحكي على الأسباب الخمسة للفشل العلاقة الزوجية، اللي هي قلنا احنا المال، تدخل الأهل والأصدقاء، الخيانة، الضرب. ويمكن الشيء الأخير حاول أذكر بالأسباب الخمسة هي الإدمان. الناس مرات ما تفكر عليه إنه هذا السبب. ليه؟ يقول خلاص طريقة هالشكل. أنا أعرف كانت لما اشتكت زوجة الابن لأم الولد، طبعا هالشكل، ومن الجامعة هو هالشكل، من هو صغير هو هالشكل. إدمان على التدخين، إدمان على الشرب. أعتقد هذا ممكن واحد ممكن يسايره، ممكن يخفف وبعدين بالنهاية ينتهي، يلقى له حل. احنا دائما تقول تحاول تحتوي بالبداية، تحاول تقلل من عدد ما راح يجون أطفال يقول لك أنت ما قاعد تأثر على حياتك، بس قاعد تأثر على حياة الجنين. صح. الشرب يا أخي أثر علينا بفلوس مادية، احنا ما نقدر نبقى على الشرب، قاعد يصير لك حوادث سيارات، ممكن يطردونا من البلد، ممكن يدخلوك بالسجن. إدمان على القمار نفس الشيء، أنت قاعد تطلع برا، قاعد نخسر أموال، قاعد نخسر فلوس. بالنهاية هذا الإدمان راح يوديك إلى السبب الأولاني اللي هو عدم وجود أموال. الإدمان على الأفلام الإباحية بسبب انتشار الإنترنت. لازم المرأة أول شيء تقول للرجل أنت عندك إدمان، عندك أشياء قاعد تتعلم شيء غلط. تذكر الواعظ الديني، تحاول تسوي حجب لجميع أنواع الأفلام أو الويب سايتس اللي ممكن يوصلها، لأن حتى يأثر على العلاقة الحميمة، لأنه يحاول يطبق مع أشياء غير موجودة أصلا في العلاقة الحميمية. وبالنهاية طبعا هاي الإدمان الرجالي، خلينا نتكلم على الإدمان النسائي زينب، اللي هو إدمان على التسوق. يمكن يعني أحلى شيء لما أقولش والله الشهر هذا مو هالقد زين بالفلوس، زين والله خطير، نمشي خلينا شوي نطلع نتمشى، ما نمشي نطلع نتمشى المول، زين نطلع نتمشى على المول. ماكو مرة دخلنا على المول إذا حاولتي تشترين شيء. هل تعتبري هذا إدمان زينب؟ نوعا ما احنا النساء نحب نتسوق، يعني نحب الشوبينج ونطلع،
يعجبنا، بس مو معناها الوحدة إذا هي بأزمة مادية يمر زوجها بأزمة مالية تروح تتسوق وتشتري أشياء غالية للبيت. تعال نغير الأثاث، لو تعال نغير الستائر. هاي صح. نغير الستائر شلون عندك أزمة مادية؟ تشيك. نغير البيت، نصبغ البيت، تشيك. نغير الحمام، تشيك. يا أنا ما أدري عندك أزمة مادية. البداية كانت عندنا أزمة مالية، خلي نروح نسوي لنا شيء ثاني، خلينا نتمشى بالمول. تمشينا بالمول، أقول لك الله زارة مش نمر على زارة، الله يقطع زارة واللي جاب زارة. ايش بيها شيئا حلو، شكو بيها؟ احنا لازم نحصل لنا صراحة سبونسرشيب من شيئا، لأن ناس سويت لهم دعاية. ما بيها شيء، بس لا والله الناس كلها اكو اب اند داون، اكو اشياء عندك اكو فلوس واكو مرات ماكو فلوس. كل الناس تمر بهاي الحالة، يوم أكو يوم ماكو، كل العوائل. باليوم اللي أنا أذكر عندنا أولادنا اثنين صاروا يتعلمون السحر عمرهم 4-5 سنين، كانوا يقولون أكو ماكو. زين. إحنا بحالة ماكو الأيام. زين. من حكاية ماكو، تذكروا إنه الرجل لما يكون عنده فلوس يكون والله يكون كريم، يعني يكون بكرم يعطي. لما ما عنده فلوس هو أكو واحد يقصر على أهله. أنا مو من الناس، وإحنا تعرفين إحنا عندنا محاطين بشخصيات كثيرة بخلاء، وأنا مو من هالنوع من الشخص. أنا ما أعتقد أنا من الناس اللي لما أموت بعد ما خلص أولادي يخلصون جامعة ولا راح تكون ولا فلس، آخر شيء حصرف آخر يوم وأنا قاعد ياخذوني أقول لهم اشتروا لي علبة بيبسي، قاعد ياخذوني أصرف آخر فلس. لما أموت ما راح أترك أولادي غير المهم أوصلهم الجامعة ويخلصون الجامعة. ولكن الإدمان على التسوق، شنو الحل برأيك؟ الحل هو بيد كل شخص. يعني إذا أنت تحكي على المرأة، ترى أكو رجال هم مسرفين. أي صح أكو رجال مسرفين. صح. يعني هاي عادة إنه يروح يعني أنتوا عائلة وبداية حياتكم وأولادكم صغار، يروحون بالقهاوي يتجمعون، وكل واحد شايل بيده كيس بشيبس وكرزات وعصاير، ورايحين هناك يلعبون دومنا وطاولي. ترى هذا همينه إسراف. أنت رجل، أنت صاحب مسؤولية. يعني شلون تلجأ لمثل هيك أمور؟ أنا أتفق إنه أنت رجل وتريد تتونس وتغير جو، بس هل من المعقول كل يوم أنت شايل هذا التشيس بيدك ورايح للقهوة حتى تلعب طاولي ودومنة وعايف زوجتك بالبيت؟ لا، ويضحك ويسولف ويا أصدقائه ويعيش الجو ويعيش حياته، بس يرجع للبيت ينكد وزعلان وما يتحاكى، وإذا حكت كلمة وياه يرد 10 عليها ويسكتها. فهاي مو عدالة صراحة. ولا لما يروحون ماكو لازم انا ادفع، خليها ادفع علي ولما مرتها تقول لي اقول لك بالضبط. ما يخاف نتسوق فتشيل البيت يا معوده ماكو فلوس. زين متصله 5 ايام تطلع برا وانا خلوها علي وخلوها علي وخلوها علي وخلوها علي، بالضبط. وبالنهايه اي ما عندها كلها. شوفي، الادمان يؤدي الى نقص المال، نقص المال يؤدي الى الطلاق. العنف والضرب بسبب قله المال يؤدي الى الطلاق. تدخل الاهل والاصدقاء يغيرون من طبيعة الشخص، كيف يفكر بزوجته وكيف يفكر بزوجها، يؤدي إلى الطلاق. إحنا من أكثر الناس اللي ممكن تشوفوهم اللي لا نشجع الطلاق بالمرة. إحنا نعتبره هذا أسوأ حل، ولكنه حلال. لما ما عندك أي طريقة ثانية ممكن بالضبط. تفكر بها، بس فكر مرة ومرتان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة قبل ما تفكر بالطلاق. النساء نفس الشيء. أنا مرتاحة إنه طلقت، أنا مرتاحة إنه بالنهاية الكل يكبر، الكل بالنهاية راح يلاقي له وليف يكون وياه. هاي كلمة زينب، إنه دائما بالنهاية لحد ما يكبر يتمنى له يكون وليف، خصوصا إذا أكو أطفال. لما يكون هناك أطفال يمكن التفكير يكون مو مضاعف، يمكن يكون تريبل وكوادروبل وأربع بس 5 مرات لما واحد يفكر. أنتوا مسؤولين عن جبتوا دول الأطفال إلى الدنيا، فما معقولة إنه بسبب فشلكم كأدلتس كبالغين تخلون تفشلون علاقة لأطفال ما لهم أي علاقة بهالشيء. أنتوا جبتوهم لهاي الدنيا، هم ما اختاروا يجون. أنتوا اختارتوا تجوا بهالدنيا، لازم تفكرون لما جبتوهم هالدنيا شو تسوون. أنت دائما تقولين الكل يفكر بنفسه حتى في وقت الطلاق، الكل يفكر لازم بأطفاله في وقت الطلاق، وأكثر وقت يفكرون المفروض في أولادهم. بالنهاية كخلاصة احنا حاولنا نلقي الضوء على المشاكل، ما أعطيناكم حلول، يجي وقت ثاني راح نعطيكم الحلول. احنا قاعد نحاول نعطيكم وجهة نظرنا، دراساتنا، تجاربنا، وتذكروا انه كل هاي الاشياء تختلف من شخص الى اخر، من عمر الى اخر. الخمسينات يختلف عن العشرينات، ولكن احنا عندنا نظرة لو شاركونا فيها وعرفتوا شنو مشاكلكم ممكن احنا نحاول نساعدكم
وممكن تشاركونا ايضا، تقولوا لنا شنو المشاكل الاخرى اللي احنا يمكن متطرقنا لها. راح نتناقش بهذا الموضوع، خلونا نسمع آرائكم، شاركونا بالتعليقات شنو أكثر سبب تشوفوه يدمر العلاقة الزوجية. تحياتنا لكم، احنا ريو وزينب، نشوفكم بالحلقة الجاية، ورمضان كريم. رمضان كريم.